يا ترى مين هي أقدم وأنجح عربية هيونداي في مصر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عمرو مجدي، وفي الفيديو ده هنراجع هيونداي الانترا CN7 الجيل السابع. في البداية كده انا عايز اقولك ان هيونداي بقالها 30 سنة بتنتج عربيتها الانترا، والعربية حتى وقتها الحالي في تقدم من حيث المبيعات، ونجاحها كبير في الاسواق العالمية، متوفرة بشكل كبير ومطلوبة بشكل اكبر في السوق المصري. في الجيل ده من الانترا انت شايف شخصية مختلفة عن اللي قبل كده. العربية لما تبص عليها في التصميم الخارجي بتوحيلك بانها سيارة رياضية وفخمة وفيها خطوط مترقعة كتير متناسقة، بس وش العربية من قدام ممكن يكون مش عاجب ناس كتير، بس لما تتعود عليها تكتشف ان هو حلو. دي هيونداي الانترا CN7، والعربية دي متوفرة ب7 فئات، اسعارهم في الوقت الحالي في السما طبعا، فمش هعرف اقولك على سعر محدد، ولكن تقدر تخش تشوف سعر العربية دي او اي عربية تانية غيرها من خلال موقع. هتلاقي بينزلوا هناك اسعار السيارات الجديد والمستعمل بشكل يومي محدث. التصميم الداخلي للعربية شكله جميل جدا ومتناغم مع بعضه، زي الكونسول الوسطي اللي لافف ناحيتك وفاصل بينك وبين الراكب علشان تحس بمتعة القيادة في العربية، والشاشة الرئيسية ال10 بوصة، وشاشة العدادات، وعجلة القيادة الجديدة الموجودة في كل عربيات هيونداي حاليا، والخطوط الأفقية اللي في التابلو دي شكلها حلو، والإضاءة المحيطية اللي موجودة في الفئة الأعلى تجهيزا وتقدر تغير لونها من خلال الشاشة، وحاجات تانية كتيرة مش هتكلم عنها عشان مهما قلت مش هيكفي. خلينا نتكلم عن المساحات الداخلية للعربية. بالنسبة للمساحة الأمامية فهي جيدة، مفيش فيها أي مشاكل، والمساحة الخلفية أيضا كويسة، ولكن لو في شخص تالت في النص مش هيبقى مرتاح قوي بسبب وجود نفق فتيس. نسيت كمان أقولك إن وضعية القيادة في العربية دي منخفضة، ودي حاجة حلوة قوي للناس اللي بتهتم بمتعة السواقة زي كده. عندك في العربية مساحات تخزين في التابلو كويسة، ولكن مساحات التخزين في الأبواب تحط فيها حاجات صغيرة زي المفاتيح مثلا أو ما شابه. ومعاك شنطة خلفية بسعة 470 لتر، بس فتحة الشنطة ضيقة شوية، هتحس بصعوبة وانت بتحط شنطك وبتشيلها. انا شايف ان لو الازاز الخلفي كان يترفع مع الباب بتاع شنطة العربية زي العربيات الليفت باك كده، كانت هتبقى جميلة وافضل من كده. عندك كمان مساحات رؤية امامية بدون قوائم كبيرة تعوق للرؤية، وعندك مساحات رؤية جانبية وخلفية ممتازة، وكمان العربية فيها فتحة سقف. نيجي بقى لأحلى واهم نقطة بتهمني في العربية. العربية دي متوفرة بموتور 4 سلندر 1600 سي سي، تنفس طبيعي مش تربو، بيطلع قوة 126 حصان وعزم 156 نيوتن متر، متوصل بفتيس اوتوماتيك عادي 6 سرعات. والعربية دي بدفع امامي العجلات، ارقام الاداء من 0 ل 100 في رينج 11 ثانية، والسرعة القصوى حوالي 190 كيلو متر، ومتوسط استهلاك البنزين في العربية في رينج 7 ل 7.5 لتر لكل 100 كيلو متر. نقدر نقول استهلاك البنزين متوسط، ودي نقطة إيجابية في العربية. طيب أداء الموتور عامل إيه؟ أداء الموتور هو أداء مش وحش، هو أداء كويس. العربية هتأدي معاك بشكل كويس على مختلف السرعات، مش هتعجز معاك لو في حمولة في العربية، هادية وراسية، مش بتاعة جري وتنطيط والشغل ده. ولكن انت لما دماغك تجيبك تجري بقى شوية وتتهور هتسد معاك، مش هتقول لأ، ولكن هي مش موجهة لحتة الشقاوة والرياضية العالية دي. اما بقى عن اداء الفتيس فهو فتيس اوتوماتيك عادي، مفيهوش مشاكل، سلس وناعم في النقلات، طالع او نازل، مفيهوش نقط سلبيه خالص. تعال بقى نتكلم عن نظام التعليق في العربيه عامل ايه. التعليق في العربيه مايل للراحه، العربيه بتمتص النقر المطبات بشكل كويس وشكل محترم. جوه البلد وعلى الطرق السريعه مش هتحس فيها باي تعب في ظهرك او اي مشاكل، لان كده كده انت العفشه بتاعتك طريه، وكمان الكرسي بيدعمك بشكل كويس. بس في الثبات بقى العربيه فيها بادي رول مش كبير، ولكن فيها بادي رول، والعربيه ثباتها جيد، تقدر تنور بيها ولكن بعقل برضو، علشان عفشه العربيه طريه وبتديك بادي رول، والعربيه هتحدف منك شويه. معاك بقى العزل الصوتي في العربيه، هو يكاد يكون متوسط، ولكن مشكلتك هتبقى مع صوت الهواء، هيبان معاك في بدايه السرعات المتوسطه كده، فتقدر تشغل حاجه على السماعات كده تليك علشان صوت الهواء يستفزك. هنيجي بقى لاهم عامل في اي عربيه وهو الامان. العربيه دي زي ما قلنا متوفره ب7 فئات، ولكن كل فئه مختلفه عن التانيه في تجهيزات الامان، ودي بقى نقطه سلبيه في العربيه، علشان لو كانوا خلوا تجهيزات الامان موحده في كل الفئات كان هيبقى افضل بكتير.
معانا الفئة الأولى بيجي معاها واحدة ايرباج واي بي اس نظام منع انغلاق الفرامل، واي بي دي نظام توزيع قوة الفرملة على العجلات. ومعاك من الفئة التانية بيزيد عليهم 2 ايرباج. ومن أول الفئة الرابعة بيزيد معاك تي بي ام اس نظام مراقبة ضغط الإطارات. ومعاك من الفئة السادسة بيزيد معاك ستاير ايرباج جانبية، واي اس بي نظام الثبات الالكتروني، ونظام هيلث اسيست كنترول نظام منع الانزلاق على المطالع ما يخليش العربيه تريح منك وانت طالع على مطلع عالي او حاجه. وزياده من الفئه السابعه بيزيد عليهم بلايند سبوت اسيست نظام مراقبه النقط العاميه. حته الفئات الكتيره دي في العربيه مش حلوه من وجهه نظري، علشان مش موحدين انظمه الامان في كل الفئات. ولكن العربية ممتازة من حيث التصميم الداخلي والخارجي، ومتميزة كمان في حتة التكييف دي. انا نسيت اتكلم عنها، بس انتم عارفين تكييف هيونداي اكيد يعني. والعربية كمان اداء موتورها وفتيسها اقتصادي بشكل حلو، بيأدوا معاك بشكل ممتاز على كافة السرعات. كمان تقدر تشتري العربية دي لو عايز عربية شكلها حلو، لو عايز عربية شبابية، ولو بتدور على عربية قطع غيارها هتكون متوفرة، العربية دي مناسبة ليك. وكمان لو عايز عربية لمشاوير يومية وتحركات في المدينة بشكل كتير يومي، العربية دي مناسبة عشانك. بس كده، انا اسف لو الفيديو ده طول شوية. ما تنساش لايك وشير للفيديو، وكمان تشترك في القناة على يوتيوب وتتابعنا على فيسبوك وتيك توك. هسيب لك كل اللينكات في الوصف. واللي اهم من كده بقى تكتب لي في التعليقات عايزني اقدم لك ايه الفيديو اللي جاي. شكرا ليكم، مع السلامة.